في 1955 بتقلع الطائرة رقم 914 اللي أقلعت من نيويورك وكانت متجهة لميامي. المهم أقلعت الطيارة وكانت ماشية وكل شيء كان طبيعي، ولكن كان من المفروض ان الطيارة دي توصل بعد 3 ساعات بالظبط من زمن إقلاعها إلى ميامي، وكانت كمان المفروض تبقى عملت هبوط، ولكن عدى أكتر من 3 ساعات والطيارة دي ما وصلتش أبدا لميامي. علشان كده الرادارات في ميامي بعتوا لنيويورك وقالوا لهم ان الطيارة ما وصلتش، فرد عليهم الرادارات في نيويورك وقالوا لهم ان الطيارة اختفت عن برج المراقبة ومش لاقيين ليها اي اثر. ولما فرق البحث نزلت ما لقيتش اي اثر للطيارة 914، ولا ليها اي اثر حطام، ولا حتى ان الركاب فيها كانوا ميتين. الركاب فيها كانوا عبارة عن 4 أشخاص من طاقم الطيران و57 شخص من الركاب. المهم يمر بينا الزمن ويحصل فيها نفس اللي حصل في الطيارة سانتياغو رقم 514، إنهم ما يعرفوش ايه اللي حصل للطيارة، فبالتالي يعملوا مؤتمر ويقولوا أهل الضحايا إن الطيارة اختفت في ظروف غامضة، أو ممكن إنها تكون غرقت مثلا في البحر على نقطة بعيدة جدا من الصعب إنهم يوصلوا لها، ويدوهم بعض التعويضات والموضوع يخلص على كده. علشان يمر بينا الزمن لسنة 1992 لما في مطار فنزويلا في برج المراقبة يلاحظوا إن في طيارة فجأة ظهرت من اللاشيء. الشخص اللي كان قاعد في برج المراقبة كان اسمه وان، وكان بيمارس شغلته طبيعي جدا زي كل يوم، وهو انه بيراقب الطيارات اللي بتقلع واللي بتهبط من مطار فنزويلا. المهم ان ظهر عنده طيارة من العدم، وهنا كانت مشكلة وصدمة كبيرة جدا لوان، لان دي اول مرة تحصل. وفجأة يتواصل معاه الطيار اللي في الطيارة اللي ظهرت قدامه، واللي كانت الطيارة 914. فسأله وان اديني معلومات عن الطيارة بتاعتك. قال له احنا الرحلة 914 اللي متجهة من نيويورك لميامي. وهنا طبعا وان كان في صدمة كبيرة جدا، وطبعا انتم متوقعين انه كان مصدوم علشان الطيارة كانت رقم 914، لكن في الحقيقة انه كان مصدوم لان الطيارة متجهة لميامي، وده طريق فنزويلا، والمسافة ما بين ميامي وفنزويلا كبيرة جدا، ده غير انها في اتجاهات مختلفة. يعني من الصعب جدا انه يضل الطريق ويروح الطريق الغلط اللي هيوديه على فنزويلا. ويفوق وان من صدمته ويسأل الطيار مرة تانية ويقوله اديني معلومات عن طيارتكم مرة تانية. فيقوله الطيار ان دي الطيارة رقم 914 اللي متجهة من نيويورك لميامي، واللي كانت بتقلع في سنة 1955. هو قاله التاريخ بس التاريخ ما تذكرش في اي مكان، واللي كان اخره سنة 1955. المهم ان طبعا دي كانت صدمة كبيرة جدا جدا لوان، لان وان في سنة 1992 والطيار بيتكلم على اساس انه لسه في سنة 1955، واكيد مفيش اي رحلة بتاخد 37 سنة، وده طبعا من المستحيل. فوان قال ان هو اصلا في الاول كده عداله فكرة ان هو رايح ميامي، يقوم يقوله ان هو من سنة 1955، لا ده في مشكلة. فأمر وان ان هم يفضوا الطريق علشان الشخص ده يعمل هبوط بالطيارة بتاعته الغريبة دي. ولما نزل راح وان بسرعة هو واصحابه علشان يعرفوا ايه الموضوع. ولما راح وان للطيار قاله انت تعرف ان احنا في سنة 1992. وهنا كانت صدمة كبيرة جدا للطيار، واللي بدأ يصرخ عليهم ويقول لهم لا انتوا بتكذبوا. والناس كلها بدأت تقول لوان انه عمل مصيبة كبيرة جدا، وان كان المفروض ما يقولش الموضوع ده في البداية كده. راح وان علشان يجيب الأمن علشان يجيبوا العربيات وياخدوا بيها الركاب والشنط والحاجات اللي في الطيارة. وفجأة بيلاقي وان الطيار ركب الطيارة وبيحركها علشان هيقلع بيها مرة تانية. فضل وان يصرخ عليه ويقوله ان اللي بتعمله ده غلط كبير جدا، استنى واحنا هنعرف ايه الموضوع وانتوا كنتوا فين الوقت ده كله. ولكن الطيار ما قعدش ليه اي اهتمام، وركب طيارته واقلع بيها من مطار فنزويلا علشان يختفي مرة تانية عن الرادارات، وكأنه مظهرش قبل كده.
بيقولوا ان الطيارة دي حادثتها شبه الطيارة رقم 513، طيارة سانتياغو رقم 513. ولكن الغريب في القصة دي هي ان في مجلة اتكلمت عن الحادثة قبل ما تحصل في 1985. بتتكلم مجلة مشهورة جدا في نيويورك تقريبا عن الحادثة دي، ولكن ما كتبتش عنها اي تفاصيل، علشان بعد كذا سنة في 1992، يعني بعد تقريبا 7 سنين، يحصل الحادثة فعلا ولكن بتفاصيل اكتر. هل الحادثة دي حقيقية ولا لأ؟ وهل هي مجرد امتداد للقصة اللي كتبتها المجلة في سنة 1985، ولا هي فعلا قصة حقيقية حصلت بالفعل؟ في دليل واحد ان القصة دي فعلا حقيقية، وهي انهم بيقولوا في المطار بتاع فنزويلا لما راحوا علشان يشوفوا الطيارة لما عملت هبوط، جابوا من جوه الطيارة نتيجة مكتوب عليها التاريخ فعلا. ولكن أنا من وجهة نظري انها قصة خرافية، وده لان اكيد كان حد من الركاب حس وطلع، او هما لما دخلوا يجيبوا النتيجة اللي مكتوب عليها التاريخ دي كانوا اكيد شافوا الركاب ونبهوهم وقالوا لهم ان هم سنة 1992. اكيد كان في اي حاجة حصلت، اكيد الطيار كان هيخاف يقلع بالطيارة. ده غير ان الطيار لما اقلع بالطيارة راح فين؟ ملوش ليه اي اثر في اي رادار او اي برج مراقبة لقط حتى الطيارة وهي طايرة في الجو. فانا من وجهة نظري يا اما القصة دي مش حقيقية، يا اما تكون حقيقية ووراها لغز غريب وبشع ومريب جدا. الطيارة دي شبه الطيارة سانتياغو فعلا، ولكن الطيارة سانتياغو رقم 513 كانت أكتر غرابة، وده لأن الطيارة فعلا رجعت بعد 35 سنة، ولكن ركابها كان عبارة عن هياكل عظمية، وكمان فريق الطيران كان عبارة عن هياكل عظمية. ومع ذلك الطيارة جات وعملت هبوط في مطار في البرازيل. لو ما شفتوش الفيديو ده هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. وبس كده.